أنا النقيب كريم الدسوقي، مباحث الجيزة. أنا مش من النوع اللي بيكتب مذكراته، ولا حتى من النوع اللي بيحب يفتكر. شغلتي علمتني إن النسيان رحمة، وإنك كل ما تشيل في قلبك وجوه القتلى وصراخ الأهالي وشمة ريحة الدم اللي بيفضل طايف في هدومك مهما استحميت وبتتقطع حتة حتة. بس في ليلة واحدة خلتني أمسك القلم اللي في إيديا ده واربطه في رقبتي زي سلسلة. ليلة مرعبة لدرجة إن لحد دلوقتي وبعد سنين خدمة، مهما رحت مأموريات ومهما شفت جثث، عمري ما شميت الريحة اللي شميتها يومها، ولا سمعت الأصوات اللي سمعتها، ولا شفت عيون زي اللي كانت مستنياني في الضلمة. كنت نايم فوق الكنبة اللي في المكتب، والساعة كانت 3:30 الفجر، والجو كان بارد، والفجر لسه بيحاول يمد ظهره من بين العمارات. التلفزيون كان شغال على الواطي من غير ما ابص عليه، وبعدين لقيت الموبايل بتاعي بيرن، فرديت: الو يا فندم، احنا عندنا بلاغ من سكان شارع الترع في قلب امبابة، ريحة طالعة من بيت قديم في اخر الحارة، والناس بتقول الريحة مش طبيعية ومش قادرين يقربوا منها. ريحة؟ ايوه يا فندم، ريحة جثث. الجملة دي لوحدها كفيلة تصحي كتيبة كاملة. انا صحيت في ثانية، لبست الجاكيت ونزلت تحت. السواق كان نايم، بس اول ما لمحني واقف فهم ان في شغلانة سودة مستنيانا. وصلنا امبابة. المنطقة دي ليها روح خاصة، دي مش مجرد منطقة شعبية، دي منطقة لما تدخلها بالليل تحس انك داخل بطن حاجة عايشة، حاجة بتتنفس وبتبلع وبتخزن أسرار. مشيت أنا والمخبرين في وسط الحواري، كل خطوة كان فيها هدنة بيني وبين الضلمة. حد من الأهالي وقفنا وبيقول لنا: يا باشا، الريحة بقت تخنق، والله البيت ده ملعون. طلعت فيه وقلت لهم: انتوا واقفين ليه؟ بتتفرجوا على ايه؟ حد دخل يتأكد؟ حد شاف حاجة؟ يا باشا، هو احنا نقدر نخش؟ ده بيت الناس بتتشائم منه من سنين. جملة بيت الناس بتتشائم منه من سنين خلت حاجة جوايا تلف. انا شفت مئات البيوت المسكونة بالجرايم، بس قليل اللي بيكون مسكون قبل الجريمة. وصلنا عند البيت، اقسم بالله الريحة ضربت في وشي زي القبضة. ريحة عفونة، دم، لحمة بايظة، ريحة موت تقيل. والمصيبة الأكبر إنها مش ريحة جثة واحدة. البيت كان شكله قديم جدا، بني غامق، شبابيكه مقفلة بخشب، وهدوءه يوجع القلب. خبطنا على الباب، مفيش حد بيرد، وخبطنا جامد برضه مفيش. لقيت المخبرين بيبصولي: يا فندم نكسر؟ هزت راسي، اللي هو بالمعنى اكسر الباب. ضربناه بكعب البندقية، الباب فتح وكأنه كان مستني، ودخلنا جوه البيت. والله العظيم أول خطوة جوه كانت كفيلة إنها تخوف جبل. والهوا كان واقف، مكانش فيه نسمة ولا حتى ريحة تراب. بيت فاضي، كانت ريحة لحم آدمي، كأن شعر محروق. كل حاجة كانت ساكنة ما عدا صوت تقطير صغير، نقطة ثم نقطة، كأن حاجة بتنزف في مكان قريب. احنا كنا 6، انا مش قدام وورايا 2 يمين و2 شمال وواحد في الاخر. البيت كله كان ضلمة رغم ان الكهرباء موجودة. لقيت باب أوضة على الشمال مفتوح كأنه بيبص علينا. وقفت وحسيت بحاجة غريبة، كأن في حد بيتنفس جوه. قربت من الباب، وقبل ما المسه الباب فتح لوحده، والله فتح لوحده. المخبرين اتنفضوا لورا، بس انا دخلت وكملت، مخفتش. الأوضة كانت فاضية إلا من حاجة واحدة بس: جردل البلاستيك لونه أزرق متغطي بقطعة قماش سودة، والريحة طالعة من جوه. قربت ودخلت أكتر ومددت إيدي،
ورفعت القماشة اللي على الجردل، وهنا قلبي وقع. لقيت جوه الجردل كان فيه ايد، ايوه ايد ادمية، ايد مقطوعة من عند الكوع، ولونها واخد السوداد الموت، والاظافر طويلة كأنها اتحبست قبل ما تقطع. لقيت المخبر بيصرخ في وشي بيه: يا نهار اسود! بس انا ما كنتش خايف من الايد، كنت خايف من حاجة تانية. الايد كانت لسه دافية، لسه سخنة، يعني لسه مقطوعة قريب. قبل ما الحق افكر ارجع سمعنا خبط فوق، خبط تقيل كأن حد بيتمشى على الخشب. بصيت للمخبرين وقلت لهم: كله يطلع فوق وبالراحة ونبهوا بعض. طلعنا على السلم الخشب، كان بيزيق تحت رجلينا بصوف، اوصفلكوا ازاي، صوت زي عظم بيتكسر. طلعنا للدور الاول، باب اوضه مقفول والريحه بقت اقوى. قربت وحطيت ودني، مفيش صوت غير صوت سحب بنفس وسحب تاني زي حد نايم او بيتظاهر انه نايم. فتحت الباب برجلي، وهنا الضلمه كشفت عن جثه، واحده ست، ايوه جثه واحده ست مربوطه في الكرسي ودمها ناشف وجسمها مرمي لورا، كأن اخر لحظه ليها كانت صرخه. لقيت المخبر بيقول لي: يا باشا الجثه دي بقى لها ايام. ساعتها انا رديت عليه وقلت له: لا، الجثه دي بقى لها ساعات. لقيت الكل بيبص لي وهو مصدوم، لكن انا كنت حاسس بريحه الموت الفريش غير، والبشره ساعتها بتبقى ليها ملمس مختلف. بس الحاجه اللي دمرتني كانت ورا الست، على الحيطه، معموله بخط كبير، مكتوبه بالدم، مكتوب على الحيطه ورا: لسه ناقص واحده. هنا انا ما خفتش، بس انا اتعصبت. في سفاح عايش معانا في البيت وبيكتب رسايل وبيمشينا واحنا بنفتش، لكن قبل ما اتكلم اللمبة اللي في السقف نورت لوحدها، وبعدين طفت، وبعدين نورت تاني، كأن حد بيلعب او حد بيراقب. وهنا سمعنا صوت جاي من اخر الطرقة، صوت جر رجلين، حد بيحك رجله في الارض او هو بيسحب حاجة. وبعدين ده سمعنا صوت ضحكة مش بشرية، ضحكة حد مش طبيعي، او هي ضحكة غير مألوفة على ودنا. رفعت سلاحي وقلت: اللي جاي هو في مكانه، والجر وقف. الدقيقة اللي بعدها حد راح وجرى ناحية السلالم بسرعة تخوف، حد سريع جدا، صوت خطواته كأنه بينط فوق 3 4 5 سلالم مع بعض مرة واحدة، صرخة واحدة. ولقيتني صرخت وراه وبقول: وراه! العساكر كلها وأمين الشرطة جرى وأنا وراه، ونزلت أجري، والسلم كان بيتهز بينا، ووصلنا للدور الأرضي. ما لقيناش حد، مفيش. خرجنا بره برضه مفيش، كأنه طار. رجعنا تاني للبيت، مفيش مجال نسيبه فاضي. دخلت أوضة تانية، وهنا كانت الصدمة الكبرى. 12 جثة، 12 جثة مرصوصين جنب بعض، رجالة وستات وأطفال، وكلهم متقطعين بطريقة واحدة، نفس الأسلوب، نفس القسوة، نفس الألم. والأغرب وشوشهم كانت متغطية بقماش أبيض، ما عدا جثة واحدة وشها مكشوف، وكأنها بتبصلي، وكأنها كانت مستنياني أنا. رجعت لورا، أقسم بالله ما خفت من الموت، أنا خفت من النظرة اللي في عينيها، كانت فيها لوم، رجاء، تحذير، معرفش. بس الحاجة اللي كسرت صمتي كانت في صوت ورايا، صوت واحد من المخبرين وبيقول لي: يا باشا في جثة ناقصة. قلت له: ازاي؟ دول 12 جثة. قال لي: يا فندم المحضر متبلغ الاولاني ان في اختفاء ل 13 واحد من المنطقة، ودلوقتي قدامنا 12، ودول في المحضر 13. ايه ده؟ يعني كده السفاح مع واحدة لسه حية، لسه عايشة، لسه هنا جوه البيت. وهنا سمعت صوت صرخة جاية من تحت الأرض، من البدروم، من المكان اللي مفيش واحد فينا شاف بابه واحنا داخلين.
الصرخة كانت لسه وصوتها كان بيتقطع. بصيت للمخبرين: افتحوا باب البدروم ده دلوقتي. وقمنا ندور ولقينا الباب ورا الترابيزة الخشب، كأنه مقصود يتحط قصادها ترابيزة عشان تبقى خافية الباب. شلنا الترابيزة أنا والرجالة والباب كان عليه قفل جديد رغم إن البيت خربان. ضربناه واتفتح، والريحة كانت عاملة زي اللي بتشمه في المسبح بس أعمق وتقيل، حاجة معاها لمسة برد، كأن القبو نفسه اللي هو البدروم بيتنفس. نزلت أول واحد على السلالم، كانت ضلمة كحل. كل ما نزلنا درجة في صراخ بيقرب لحد ما وصلنا، وهنا شفت أفظع مشهد في حياتي. اللي لقيته ست مربوطة على الأرض، رجليها وإيديها مربوطين بحبال سميكة، عينيها مفتوحة ومليانة دموع وخوف، لكن كانت في نفس الوقت عيون حادة كأنها بتبص من جوانا احنا. مخبرين جم ورايا، كل واحد فيهم شايف الموقف وكأنه وقع في كابوس ما بينتهيش. الريحة كانت أعنف من أي حاجة شمتها قبل كده، مزيج من الدم وعفن وريحة الحديد البارد. حاولت أهدي الست وقلت لها: يا حاجة هانت، احنا هنا جايين نطلعك من هنا، ما تخافيش. بس قبل ما الحق اكمل الكلام سمعت صوت خطوات وصرخة قصيرة في الضلمة جاية من الركن التاني اللي في البدروم. رفعت سلاحي ورحت ناحية الركن وشفت ظل راجل طويل، قامته كبيرة، لابس اسود ووشه مغطي. ما اقدرش اوصفه بدقة، بس كان في حاجة شريرة. طريقة وقوفه وطريقة تحركه كانت مختلفة عن أي إنسان طبيعي. قلت له: اقف ما تتحركش، وصرخت بصوت عالي فيه. أنا سميته الظل ده بقى بيضحك ضحكة متقطعة وحشة، كانت بتخلط بين الصوت البشري والصوت الحيواني. المخبرين اتجمدوا من الرعب، وأنا حسيت إن أنا قلبي هيوقف، لكن مع كل ده كان لازم أتصرف. السفاح ده لازم حد يوقفه قبل ما يقتل حد تاني. الظل بدأ يتحرك فجأة بسرعة غير طبيعية، نط من فوق الأرض وصوته وضرب الحيط، وأنا ضربت عليه نار من بعيد، بس عدى جنبي كأنه طير سريع جدا. والست المربوطة صرخت لكن كانت مش قادرة تتحرك، والحبال مش مرخية، كل حركة كانت بتخنقها أكتر. المخبرين حاولوا يمسكوه بس كل واحد فيهم وقع على الأرض، وكنت لوحدي ولازم أتصرف. جريت وراه لكنه اختفى فجأة، اختفى زي البخار، بس ريحة الدم لسه موجودة حواليا. اللحظة دي حسستني بحاجة، إن هو مش مجرد سفاح، ده شخص عنده خبرة، حد بيخطط لكل خطوة، حد بينتقل في الضلمة كأنه جزء منها. والبيت كله كان فيه فخوخ كده، ريحتها وحواسه، حتى طريقة ترتيب الجثث كلها كانت متقنة. سفاح فنان. رجعت للست المربوطة بسرعة وحاولت أفك الحبال عشان أطلعها بره، لكن قبل ما ألحق سمعت الخبط تاني من سقف البدروم من فوق، كأن في حد فوقه. الخشب كان بيتحرك والضحكة رجعت أقوى وحادة كأنها جوه دماغي. الست المربوطة لقيتها بصوت واطي بتطلع كلام غريب اللي ما لقطتش منه غير جاي يموتنا. ما قدرتش أفهمها، بس الكلام خرج من بين سنانها. ده مش مجرد قاتل، ده كان بيستمتع، وأخوف حاجة إن هو بيستمتع. خرجت من البدروم وأنا شايل الست، وريحة كانت أقوى من أي حاجة شمتها قبل كده. حتى لما طلعت للشارع حسيت كأنها عايزة تشدني تاني للبيت. البيت في امبابة كان مسكون، لكن مش بس بالأرواح، كان مسكون بالشر، بالجنون، بالقتل اللي متكرر فيه، باللي عايش جوه كل زاوية. رجعت الاسم وكل واحد فينا كان ساكت. حطيت الست على الكرسي قدامي وسكت شوية، وبعدها بقت تتنفس بصعوبة.
وقعدت مع المخبرين نكتب المحضر، لكن كل كلمة كنا بنكتبها كانت بتفكرني بالبيت والظل وبالضحكة اللي كانت بيطلعها، اللي هي الله أعلم هي بشرية ولا ضحكة حد حيوان. ساعات مرت وأنا ما قدرتش أنام، كل صور الجثث ال 12 اللي شفتهم كانت عايشة جوه دماغي، وكل خطوة السفاح كانت ما بتروحش من ذاكرتي. المعلومات الأولى عن الضحايا 12 جثة كلهم مقتولين بطريقة واحدة، لكن كانت مختلفة عن أي حاجة شفتها قبل كده. التحنيط الجزئي للجثث، طريقة ترتيبه، والرسائل اللي على الحيط كلها دليل على عقل متزن لكنه منحرف. اللي متأكد منه السفاح ده لسه حي، ممكن يكون ساكن في المنطقة دي. آخر حاجة عملتها قبل ما انهي يومي، حضرت فرقة بحث ورسمت خريطة بكل الأماكن اللي ممكن السفاح يستخدمها، البدروم والبيت نفسه القديم والحواري الضيقة اللي حوالين البيت وأي مكان مظلم في المنطقة ده أو في مربع بالأخص. كنت عارف إننا لسه ما لمسناش إلا جزء من الرعب الحقيقي، أو إن السفاح ده لسه مخلي في بيوت تانية فيها فخوخ، ولا لسه حد حي، ولا لسه مش فاهمين. لسه مستنى اللحظة اللي نكتشف فيها. النهار اللي بعد ما رجعت من القسم حسيت ان انا قلبي مش مرتاح. البيت ده غريب اوي، والبيت في امبابة مش مجرد بيت، ده كابوس حقيقي بيتنفس، وريحة الموت اللي لسه ماسكة فيه وفي هدومي وفي مخي. قعدت اراجع كل حاجة مع المخبرين، ال 12 جثة ازاي اتقتلوا، ورسالة اللي على الحيط اللي هي لسه ناقص واحدة، والبدروم والست اللي انقذناها كانت شبه حية بالرغم من كل اللي حصل لها. بس الحاجة اللي كسرتني كانت فكرة ان السفاح ده لسه عايش، لسه موجود ما بيننا ويتحرك، لسه ساكن في المنطقة وبيشمنا. في الساعة 11 بالليل انا قررت اروح البيت تاني لوحدي. الست اللي انقذناها اتأكدنا انها في امان في الاسم، كنت عايز اعرف واشوف البيت من زاوية تانية بدون ضوضاء وبدون شهود عشان احس بالحقيقة بتاعت المكان. وصلت، والهدوء والصمت مستحيل اوصفه، والريحة اقل من اللي كانت قبل كده لكن كانت موجودة كأنها بتمشي ورايا. دخلت الأوضة بتاعت البدروم، لقيت الضوء ضعيف، كل زاوية فيه غامقة والصرخة واختفت، بس صوت خطوات خافتة كأن في حد بيمشي بعيد عني وبيتحرك بصمت. وفجأة الباب الخلفي للبدروم اتقفل من نفسه، اتقفل. حركت ايدي على المقبض بتاع الباب، مفيش حركة. ابتديت احس ببرودة غريبة، برد بيخش في عظمي، والاغرب صوت همسات، كلمة كأن حد بيتكلم معايا بيقول لي انا هنا، انا جيت. ساعتها لما سمعت الجملة انا اتجمدت في مكاني، قلبي وقف، بس سلاحي كان في ايديا، بس كل حاجة حواليا شبه واقعية اكثر من اللازم. الهمسات زادت كأنها جاية من كل حيطة، من كل خشبة، من كل زاوية. وفجأة الراجل السفاح اللي هو الظل ظهر قدامي، حاجة طويلة لابس اسود، وشه متغطي بوشاح دموي، وعينيه والله عين البشر ما بتتوصفش، سودة غامقة كأنها غرقة في الدم كل اللي قتلهم. ابتدى يتحرك خطوة ورا خطوة، ومعاه سكينة بتلمع في الضوء الباهت. ساعتها انا صرخت في وشه وقلت له اقف مكانك ما تتحركش، ورفعت السلاح عليه. بس قبل ما الحق اكمل هجم عليا بسرعة غير طبيعية، وانه طير. ضربت عليه نار من سلاحي لكنه اختفى وسط الهوا كأنه خيال. وقتها حسيت بحاجة غريبة، ان ده مش انسان عادي، ده شخص او كائن عنده قدرة فوق الطبيعية، بيستمتع بالرعب وبيخطط لكل خطوة وكل حركة وكل نفس في البيت ده. الست اللي انقذتها في الاسم فجأة ظهرت قدامي رغم انها مربوطة بالحبال قبل كده، ودلوقتي ظهرت بدون سبب، وعيونها مليانة دموع لكنها عارفة كل حاجة عن السفاح، كأنها بتعرف أسراره. لقيتها بتقولي بصوت ضعيف هو هنا مش بعيد، بيتابعنا وبيعرف يمشي في الضلمة.
وكل خطوة من بتوعهم سابقنا. ساعتها حسيت برعشة من كلامها في جسمي، وإن ده فعلا أتمنى إنه يكون كابوس وإني أكون بحلم. دخلت أوضة تانية وهنا اكتشفت الجريمة الحقيقية. جثة جديدة، مجزرة ما تشوفهاش أي بشر. كل جثة ملفوفة بطريقة مخيفة، والوشوش متغطية، والريح كانت شديدة كأنها بتحاول تمنعني من الخروج. والمصيبة الأكبر رسالة جديدة على الحيط مكتوبة بالدم، مكتوب: اللي باقي هيكون لآخر واحد. وقتها فهمت إن السفاح مش بس سفاح، ده شخص مهووس وعنده لعبة، ولعبة الموت عنده أهم من أي حاجة تانية. وكل يوم هيجيب جثة أو جثث جديدة. البيت نفسه شريك في كل ده، بيحمل الشر وبيخفيه وبيخلي السفاح يتحرك فيه بحرية كاملة. حاولت أركز على الحل، عزلت كل المداخل ورسمت خريطة للغرف في دماغي، وجهزت نفسي تجهيز كامل، وشديت أعصابي. بس كل خطوة كنت باخدها كنت بحس إن السفاح قدامي، حتى لو مش ظاهر، كل زاوية عشان أبقى حريص. الجزء ده في الرعب حلو جدا ولا وحش؟ الجزء ده كطريقة كلام بنتكلم على سفاح في الماضي، كتلقائية في الكلام، ولا كإذاعة راديو؟ مستني ردكم ومستنيكم في الجزء الجاي.